اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب تكونوا بخير. كل سنه وكلكم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو، بس كان حصل شويه حاجات كده كانت مخلياني مش عارفه اصور وامنتج يعني. ف قلت بقى ارجع لكم يعني في العيد، مفيش مناسبه كده احسن من دي ان انا ارجع لكم فيها. وما هنش عليا طبعا ان انا ما عيدش عليكم وما اقولكوش كل سنه وانتم طيبين. قولوا لي بقى عملتوا ايه كده في العيد. احنا النهارده ده الفيديو هينزل لكم تاني يوم العيد تقريبا. قولوا لي عملتوا ايه في اول يوم وتاني يوم، ورحتوا فين، صليتوا العيد ولا لا. ده كده جزء صغير كده من الاحتفالات اللي كانت عندنا بعد صلاة العيد. وتعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه في باقي اليوم. طبعا النهارده كل الناس فطرت يا اما كبده يا اما فته. انا بقى كسرت القاعده. عملت كده صينيه كيك خفيفه كده وحلوه قوي وسهله جدا 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 وسريعه جدا. انا مرضتش بس احط طريقتها في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم. قلت كده ارجع لكم بعد غيبه بفيديو كده صغير، علشان ايه يعني ما يبقاش طويل عليكم وما صدعكوش يعني. بس هنزل لكم الطريقه في فيديو تاني. احنا كده رجعنا من الصلاة، كنا كلنا مطبقين صاحيين يوم عرفة بدري جدا، ونزلنا صلاة العيد واحنا مطبقين. فطبعا رجعنا كلنا ما صدقنا ان احنا نشوف السرير، كلنا نمنا. فانا صحيت طبعا من النوم قبلهم، بصراحه كنت ظابطه المنبه عشان الحق اعمل لهم ان هم ياكلوا كده، بس صحيت لقيت كلهم نايمين نوم فظيع. ف ما حدش فيهم رضى ان هو يفوق حتى كده ان هم يفطروا. فقلت هحضر بقى الفطار مره واحده. كان فطار وغدا مع بعض. قصدي حضر الغدا مره واحده. وانا واقفه كده بجهز الغدا عملت صينيه الكيك دي. يعني منها بقى ايه تحليه بعد الاكل، ومنها كده ايه خدت انا كده كام حته منها. فطرت فيه بيهم كده مع كوبايه شاي، لان هم طبعا على ما صحوا متاخر جدا. هوريكم كده بس شكل الكيك بعد ما اتقطع، وبعدين نبدا على طول في الغدا. قولوا لي بقى انتوا اتغديتوا ايه. طبعا معظمنا بيتغدى اول يوم ده فته. بس مش عارفه في ايه السنه دي، معظم الناس يا اما خارجين يا اما كانوا على البحر وكده، فطبعا ايه حوار الفته ده فكس منهم يعني. المهم كده ان انا كنت طبعا قبل ما انام كنت مطلعه من الفريزر لحمه علشان اول ما اقوم يعني تكون فكت من التجميد. وقطعتها مكعبات متوسطه، كانت جايه لي التقطيعه بتاعتها كبيره قوي. معظم الجزارين في المواسم وكده بيبقوا مقطعين اللحمه مع الاستعجال، ما بيبقاش مقطعها لك يعني كويس. فانتي علشان حرام ما تهدريش منها وعلشان ما تاخدش سوا معاكي قطعيها تقطعات كده يعني معقوله. القطعه المتوسطه كويسه. اللي هياخد مثلا قطعه ويعوز ياخد التانية او التالتة تمام، الف هنا عليه. بس ما تديش مثلا طفل قطعه تبقى كبيره عليه يسيب لك بقيتها، ما حدش هياكل وراه يعني. ففطرت كده ودخلت بقى على طول ان انا اسلق اللحمه في حله كده على النار. حطيت معلقه كده من السمنه ومعاها فصين من المستكه. وطبعا احنا النهارده الاكل كله سمنه، فيعني اللي بيعملوا دايت انا قلبي معاكم بصراحه. في العيد الكبير ده الموضوع بيبقى سمنه بقى وفته ومشويات وكده. ف يعني ربنا يكون في عونكم، اللي ما عندوش اراده بيروح في داهيه في العيد ده. نزلت كده باللحمه علشان اشوحها واديها صدمه. طبعا تشويح اللحمه ده بيبقى على نار عاليه علشان تقفلي المسام بتاعه اللحمه. كل ما اللحمه اتقفل مسامها واتشوحت كويس كل ما هتنزل كميه ميه اقل، فهتحافظ على كميه السوائل اللي جواها، فهتفضل كده جوسي وطريه وناعمه ومش هتشد معاكي خالص. لكن لو اللحمه ما خدتش الصدمه صح ده هيخليها تنشف منك ومش هتبقى الطف حاجه يعني بعد التسويه. طيب نعمل ايه علشان اللحمه ما تشدش معانا وعلشان تاخد الصدمه صح؟ على قد ما تقدري اعملي الخطوه دي في حله واسعه، وتبقى النار عاليه معاكي بحيث ان هي تنزل على طول كده تاخد الصدمه وتاخد اللون. ما تحاوليش ان انت تحطي يعني نزلي كمان حته 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 يبقوا جنب بعض. ما تنزليش مثلا يعني تقلبيش طبق اللحمه كده مره واحده تنزلي اللحمه فوق بعضها، لا يعني نزليها تبقى كلها ملامسه لسطح الحله علشان تاخد حراره تمام.
اللحمه يا جماعه ما بتتنقعش بخل وليمون والكلام ده زي الفراخ. اللحمه بتتشطف كده شطفه على السريع من ايد الجزار او من الادوات اللي هو قطع بيها والكلام ده، وتتصفى كويس وبعدين تنزل تاخد صدمتها. زي ما قلت لكم اديت لها الصدمه مع معلقه من السمنه البلدي وفصين من المستكه، وهبدا كمان انزل عليها ورق لوري، حبهان، وفلفل اسود. ده اللي انا حطيته. انتي بقى عايزه تزودي مثلا كبيبه صيني، عايزه تزودي توابل تانية براحتك. في ناس بتحط فيها قرفه، بس انا بحس ان القرفه مع اللحمه المسلوقه بتغير خالص طعم الشوربه. يعني ممكن احطها مع اللحمه المفرومه وهي بتتعصج، لكن مع اللحمه المسلوقه لا. حطيت كمان حبايه بصله، يعني حبايه بصل كبيره كده، وبعدين هبدا انزل عليها ميه سخنه غلوتين 3 على نار عاليه، والغطا مكشوف علشان اشوف لو نزلت، يعني لو طلعت ريم او حاجه اشيله. وبعد كده بهدي النار عليها خالص. انا بحب اسوي اللحمه على نار هاديه، ده برضو بيخليها طريه. لكن لما بتسوي اللحمه على نار عاليه بتاخد سوا اكتر وبتقعد وقت اطول على النار. ودي طبعا معلومه ان الجداد في الطبخ بيستغربوها، هما بيبقوا متخيلين ان طول ما اللحمه النار عليها عاليه هتستوي اسرع. لا خالص، هتطول معاكي على النار وهتشد معاكي، مش هتبقى الطف حاجه، مش هتعجبك خالص. غلوتين 3 على نار عاليه، وبعد كده بتبداي ان انت توطي النار. عملت بقى طبعا الرز الابيض كده بالطريقه العاديه خالص، وحمصت برضو عيش، قطعته مكعبات وحمصته. هنا بقى في حله على النار معلقه محترمه من السمنه البلدي، ونزلت عليها بمعلقه برضو محترمه من الثوم. وعملت الخطوه دي كمان في حله صغيره تانية، ونزلت عليهم بالخل. بمجرد ما الثوم طلع ريحته نزلت عليهم بالخل. هنا بقى دي عملتها ونزلت عليها بعصير الطماطم، طماطم معصوره ومتصفيه. برضو بحط مع الطماطم معلقه خل. لو انتي طبعا عايزه تستغني عن خطوه الخل وتكتفي بالطماطم بس وانتي حاطه عليها الخل، تمام جدا عادي. طبعا الاسكندرانيه والكهرويه بيتخانقوا الفته بالخل والثوم ولا بالصلصه. احنا بقى حلينا الازمه دي وحلينا الجدال ده وعملنا عملنا الفته بالاثنين. احنا عندنا الفته بنحط عليها خل وثوم وبنحط عليها صلصه. نزلت زي ما قلت لكم عصير الطماطم، ونزلت عليه برشه من السكر، شويه ملح، فلفل اسود، ورشه من الكمون، وسبتها تتسبك مع بعضها. و سبتها زي ما قلت لكم تتسبك مع بعضها. في التوقيت ده كده كانت طبعا اللحمه كانت استوت معايا، كان الرز استوى، كان كل حاجه استوت. جبت اللحمه برضو حمرتها في معلقه سمنه بلدي برضو، يعني انا اسفه ليكم، معلقه سمنه بلدي عليها شويه من ورشيت عليهم شويه من الملح والفلفل الاسود. اللحمه يعني لما بتبقى معموله بالطريقه دي بصوا اللي هو يعني ممكن تتاكل مع عيش كده عادي حاف، مش لازم بقى رز ومش لازم خضار، وبحبها كده جدا. وبحس كده ان هو ايه، عارفين اكل جداتنا كده بتاع زمان. بس طبعا كلكم شاطرين، كلكم بتعرفوا تعملوه يمكن احسن مني كمان، بس انا يعني يمكن الفيديو ده يبقى فيه تركايه كده تفيد حد. العيش المحمص ده انا بحط عليه برضو معلقه من الشوربه اللي بسقي بيها دي، ببقى حاطه عليها برضو شويه من الخل والثوم. بتدي طعم حلو قوي. بتحسي كده ان كل الاكل اللي انت بتاكليه اخد من طعم بعضه، مش ان انت بتاكلي مثلا معلقه معلهاش خل وتلاقي معلقه عليها طعم الخل قوي جدا. فاهمين قصدي؟ يعني بتحسي ان كله شارب من طعم بعض. بعد كده نزلت عليها بقى بالرز الابيض. الرز برضو ممكن وانتي بتعمليه تشوحيه الاول فص ثوم كده، وبعدين تنزلي عليه بالرز، وبعدين تسوي بقى الرز التسويه العاديه. حطيت كده فوق الصلصه، وبدات ان انا احط مكعبات اللحمه المتحمره دي، ويعني كشكل كده بس حطيت ايه من البطاطا من العيش يعني المحمص ده كده على الطروف وبس. يعني كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى اللايك والشير، وما تنسوش كومنت حلو كده وتقولوا لي اتغديتوا ايه النهارده وهتتغدوا ايه بكره. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم بخير وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد،
وان شاء الله كده انزل لكم برضو بكره كده وصفه تعجبكم، تنفع برضو وصفات العيد وهتبقى مختلفه خالص عن التقليدي بتاعنا. باي باي.